في ظل النقص الكبير في الأسلحة وقلة الدعم الخارجي للمعارضة المسلحة، لجأت كثير من الكتائب لتصنيع السلاح محليا. محمود خبير أحد عناصر كتائب أحرار الشمال شارك في تصنيع مدفع أطلقوا عليه اسم مدفع جهنم، وقد استعمل المدفع في معارك منها معركة السيطرة على معسكر الشبيبة في إدلب. إيمانا مننا بأن المجتمع الغربي غير قادر على تزويدنا بالسلاح وتآمر الدول العربية والأجنبية علينا، فنحن قررنا بصناعة مدفع جهنم. المواد الأولية نأتي بها أولا من الغنائم التي نغتنمها من الجيش، من الدبابات المحروقة، وتلك التي تجر المدفع هي قاعدة لحمل الصواريخ فولجا. الغاية من صناعة مدفع جهنم أن سلاحنا الثقيل قليل جدا، وهذا المدفع قادر على إطلاق أكثر من 14 قذيفة، بدءا من 30 كيلوغرام إلى نهاية إلى 5 كيلوغرام، وزائد قاعدة إطلاق للصواريخ. الوظيفة الأساسية عبارة عن اسطوانة غاز مفرغة من الغاز، نضع فيها مواد TNT من الأمام، وإلى الخلف نضع فيها البارود وحشوة الدافعة. الحمد لله رب العالمين يرهب النظام ويرهب العديد من القطاع العسكرية. الله أكبر ولله الحمد. تحقيق إصابات مباشرة. الله أكبر. في معسكر معمل القرميد قصفنا منه على معمل القرميد، وقصفنا منه على عدة قطاع عسكري، وفي الأيام القادمة سوف يرون ونستعمله في العديد من الحواجز والقطاع العسكرية. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. انتقاما لله سبحانه وتعالى وللأحرار والحرائر في سوريا والأطفال والشيوخ، بإذن الله سوف نجعل عيشتهم جهنم.